مكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة. الأول نعرض المستند. اتفضل يا بيه. مطار اهو، دي جامعة الزقازيق، ده الشعار بتاع الجامعة اهو اهو، المنعقد بتاريخ 22/1/2008، الجلسة رقم 380. اتفضل يا بيه. مكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بشأن مساهمة الجامعة في تكليف علاج، نوريها تاني برضو، لا يقول لك ده جاب الوش بس اهو اهو، لسه برضو ادي الطلب اللي مقدمه الدكتور محمد مرسي بخط ايده، بخط ايده اهو اهو، محمد مرسي العياط. نقرا بقى. أستاذ الدكتور رئيس الجامعة بشأن مساهمة الجامعة من تكاليف علاج الأستاذ الدكتور محمد مرسي العياط، أستاذ ورئيس قسم الهندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وذلك من الصندوق الخاص بالجامعة الذي يساهم في استكمال نفقات العلاج وأجر العمليات الجراحية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وفي ضوء ما هو موضح بالمعروض. القرار: الموافقة على صرف 20,000 جنيه من الصندوق الخاص الذي يساهم في استكمال نفقات العلاج وأجر العمليات الجراحية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة. خلاص؟ ما تقدم به الدكتور محمد مرسي. السيد الأستاذ الدكتور ماهر الضماطي رئيس جامعة الزقازيق المحترم، تحية طيبة وبعد. مقدمه لسيادتكم الأستاذ الدكتور محمد مرسي العياط، رئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة، حيث أنه قد صدر لي قرار وزاري للعلاج بالخارج تحت رقم 3372 بتاريخ 27/12/2007 بحد أقصى 12,000 دولار، أي ما يعادل 66,193 جنيه مصري. ونظرا لأن تكاليف العلاج المبدئية في حدود 250,000 جنيه مصري، برجاء التكرم بالموافقة على مساهمة الجامعة في تكاليف علاجي من صندوق استكمال علاج أعضاء هيئة التدريس، ولكم جزيل الشكر. رئيس الجامعة موافق ماهر الضماطي اهو. اذا ان هم بقى ما يقعدوش يقول لك الفلوس